السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. النهارده هعمل ايه يا حبايب قلبي؟ صينية كنافة بالموز بالكراميل. دي طبعا الكنافة انا كنت حطاها في الفريزر، قطعتها قطع صغننة خالص اهي، ماشي، وهروح احمرها. هنا في 3 صوابع موز، عندي هنا سكر بودرة وكوبايه سكر اهي، علشان دي هنعمل منها الكراميل. ماشي يا حبايبي، فانا هروح دلوقتي هنحمر الكنافه دي، هنحمرها وهبقى اوريها لكم بعد ما تخلص، وهبقى معاكم خطوه بخطوه كده لحد ما نوصل لنهايه الصينيه. ان شاء الله تعجبكم وتبقى جميله وخفيفه ومن غير فرن ولا اي حاجه خالص. خليكم معايا دلوقتي يا حبايب قلبي. انا حطيت معلقتين زبده كبار وحطيت الكنافه، وطبعا احنا عايزين نفضل نقلب فيها علشان اللون كله يبقى متوحد، تمام؟ يبقى لونها اللون اللي هو الاصفر، اللي هو ايه، ما يبقاش متحمر قوي ده، تمام، عشان يبقى شكلها حلو وطعمها احلى، يعني ما تمررش منكم. فانا طبعا ايه، هحمرها وارجع لكم تاني بعد ما نحمرها يا حبايبي. هنا بقى في التحمير يا حبايبي، اثناء التحمير انا حطيت معلقه سكر بودره، تمام، اهي قدامكم اهي يا حبايبي كده يا بنات. اللون كله متجانس مع بعضه ازاي، ولونه جميل جدا. ماشي يا حبايب قلبي، تبقى ايديكوا فيها كده على طول، ايديكوا فيها على طول، ماشي، عشان تاخد اللون اللي هو زي ما انتوا شايفينه كده، لونه جميل كده. يعني انا اللون ده عاجبني، انتوا لو عايزين تخلوها تتحمر اكتر من كده ده براحتكم يعني، لكن هو اللون ده جميل جدا. ماشي يا حبايبي، هندخل بقى على ايه، المرحله التانية من تحضير الكنافه. هنشوف مع بعض هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبايبي. هنكرمل كوبايه السكر دي، ماشي، هنعمل الكراميل. هي كوبايه واحده سكر، طبعا ايدينا هتبقى فيها لحد لما تاخد اللون اللي انتوا عارفينه، لون كراميل. وبرده مع بعض خطوه بخطوه لحد لما نوصل ان شاء الله للنهايه اللي تعجبكم باذن الله. بصوا يا بنات، انا كده الكنافه بعد ما حمرتها فردتها في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده، ماشي يا حبايبي، وعملت الكراميل. وده الكراميل يا حبايبي اهو، ماشي. هنعمل ايه بقى؟ هننزل عليه كوبايه ميه. نزلنا كده يا حبايبي بكوبايه ميه على الكراميل. الكوبايه اللي حطينا بيها السكر هي نفس الكوبايه ونفس المقدار اللي احنا هنحط بيه الميه على الكراميل، تمام يا حبايبي. هنديله بس غلوه كده شويه، وهنجيب ايه، معلقه نشا على نص كوبايه ميه، وندوبهم كويس ونحطهم على الكراميل. ماشي يا حبايبي، الكراميل بقى جميل اهو يا بنات، ماشي. هنا حطيت ايه بقى، معلقه نشا على نص كوبايه ميه، هندوبهم كويس قوي قوي قوي. بعد كده هنعمل ايه، نحطهم على الكراميل وهنديله غلوه واحده بس على نار هاديه. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني، المرحله اللي بعد كده، تمام يا حبيبتي. شكله جميل مع اني ما بحبهوش، سبحان الله، والله ما بحبش الكراميل خالص. انا اصلا ما بحبش الحاجات اللي سكرها كتير دي، ولكن مضطره اعمله عشان الناس اللي بتحبه. الكنافه شكلها عاجبني قوي ولونها عاجبني جدا 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 يا حلوين، جميله ومفيش فرن ولا اي حاجه خالص. تحضيرها سهل على فكره، تمام، وطعمها ان شاء الله يبقى حلو ان شاء الله. ماشي يا حبايبي، احنا كده ايه، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. على بكمال الله كماله وكماله. كده عملنا النشا، بسم الله. هننزل بيها هنا كده وهنرجع تاني على البوتاجاز. ده يا بنات الكراميل، تمام. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي، شايفين عامل ازاي، تحفه.
انا ما بحبوش بس تحفه. هنحط بقى ايه باكيت فانيليا كده عشان يبقى ريحته جميله كده مع الكنافه. تمام يا حبايبي. نقلب بقى كده، هنسيبه يبرد خالص 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 عشان نحطه كده سخن خالص. هنعمل ايه بقى؟ هنروح نعمل ايه؟ المهلبيه. هيكون طبعا برد. تمام. وهنيجي بقى نحط كل حاجه مع بعضينا. بس شكله بصراحه تحفه، القوام بتاعه تحفه. يا رب يعجبكم. شكله حلو قوي على فكره، سهل سهل جدا. بنروح نشتري حاجات من بره بقد كده، فلوس قد كده، احنا نقدر نعملها في البيت بفضل الله بفضل الله. اهو يا حبايبي. هروح بقى اعمل المهلبيه قبل ما يكون الكراميل يكون برد شويه، لان احنا مش هنحطه كده خالص، هنحطه بارد. ماشي. وهرجع لكم تاني يا حبايبي. المهلبيه انا كنت جايبه كيلو لبن. ماشي. اخدت منه حوالي كوبايه وسبت الباقي اهو. ماشي. هروح بقى احطه على النار يغلي قبل ما احضر له النشا كده واظبطه وارجع لكم تاني. المهلبيه خلصت يا بنات اهي. تمام. بس انا هسيبها علشان تبرد، لان لازم تبرد. تمام. المهلبيه لازم تبرد، ما تتحطش سخنه. وقطعت الموز اهو ومستنيه بس لما المهلبيه تبرد، وبعد كده بقى هنحط كل حاجه كده مع بعضينا ويطلع الشكل النهائي ان شاء الله جميل ويعجبكم ان شاء الله يا حبايبي. المهلبيه القوام بتاعها جميل جميل جميل، بس لازم كل حاجه تبرد، المهلبيه تبرد والكراميل يبرد. تمام يا حبايبي. هنرجع بقى مع بعض عشان نكمل مع بعض. كده يا بنات المهلبيه خلصت. تمام يا حبايبي. الكنافه خلصت بردت كمان، ودي المهلبيه وده الكراميل. تمام يا حبايب قلبي اهو. وقطعت الموز قدامكم اهو. دلوقتي بقى هنحط المهلبيه على الكنافه. ماشي يا حبايبي، خليكم معايا. مهلبيه حطيناها يا حبايبي اهو على الكنافه. تمام كده بعد ما بردت طبعا. في ناس ممكن تعمل بدل المهلبيه كريم شانتيه. تمام. وتفرده عادي. كل واحد ويعني وحسب بقى ما هو بيحب ايه يعني. دلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد، هنرص الموز. ماشي يا حبيبتي. بسم الله بسم الله على كل في مكانه. هي سهلة على فكرة يا جماعة، وهتوفر معاكي طبعا الفرن ووقفة الفرن، وبرده سمنة. توفر معاكي سمنة، لان احنا كنا بنعمل ايه بقى؟ بنحط سمنة طبعا كتير، وبنيجي علشان نحطها في الفرن لازم نحط سمنة في الصينية، وبنيجي بعد كده علشان نطلعها من الفرن اللهم صل على سيدنا محمد لازم نحط تاني سمنة في الصينية. ماشي يا حبيبي. توفر معاكي برضو سمنة كده يعني. يا رب. بسم الله على كل في مكانه. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب يا رب. ورمضان الجاي كده يا رب كده تكونوا زايدين يا رب، مش خاسين أبدا كلكم يا رب. حقيقة سيدنا النبي يا رب يا رب. ورمضان خلص بسرعة أوي يا جماعة، خلص أوي أوي والله العظيم. يعني أنا رمضان عندي هو العيد بصراحة، يعني بالنسبة لي رمضان هو العيد. بيخلص رمضان أنا بيجيلي اكتئاب والله العظيم، بيجيلي اكتئاب أول ما رمضان بيخلص أنا بيجيلي اكتئاب. فربنا يهون علينا كده ويا رب يعني يجيبه بالسلامة ما يتأخرش علينا يا رب. وكلنا كده بخير، وأم سيدنا محمد كلها بصحة وسلامة يا رب، وبخير يا رب كلنا يا رب. ومصر يا رب كلها بخير وسلامة يا رب. يحمينا ويحمي شعبنا ويحمي رئيسنا يا رب يا رب، ويحفظ مصر يا رب.
احفظ مصر يا رب وشعبها يا رب، عشان خاطر حضرة النبي يا رب. يا رب حق الشهر الكريم عندك يا رب، تحفظ بلدنا يا رب، مصر يا رب. كده يا حبيباتي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. كده يا حبايبي حطينا الموز، رصينا الموز عشان انتوا شايفين كده شكله بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله اهو يا حبيبي. تمام كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. انا عندي يعني ايه يقين كده وحسن ظن بالله ان شاء الله هتعجبكم. كده يا بنات بقى ايه هنبدأ نحط الكراميل. بس انا بقى ايه هستأذنكم كده ماشي 3 دقايق عشان اعرف امسك المعلقه، ان انا بصور لنفسي واحط الكراميل وارجع لكم تاني اوريكم بقى التركه الاخيره هتبقى شكلها عامل ازاي. يا رب تبقى حلوه، يا رب تبقى حلوه وتعجبكم. ماشي يا حبايب قلبي، هنروح نحط الكراميل كده بالراحه وارجع لكم تاني. يلا استنوا كده يمكن اعرف احطه انتوا معايا. هنقول بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبكده يا حبايبي تكون خلصت صينية الكنافة بالمهلبية والكراميل. تمام يا حبايبي، يا رب تعجبكم وتنول اعجابكم. طبعا ان شاء الله يعني لو عجبتكم ما تنسونيش بقى في اللايك الجميل بتاعكم، واللي ما اشتركش في القناه اتفضل ينورني ويشترك في القناه. اشوفكم على خير وكل خير يا حبايبي وصحه وسلامه وسعاده. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.